اول فيديو على اليوتيوب. طبعا نسيت اعرفكم بنفسي. انا اسمي احمد السعدي، بعمل محتوى بقالي 4 سنين، عندي 22 سنة، بحب التصوير جدا، ودي اول مرة تشوفوني فيها من غير شنطة. لسه صاحي ومش قادر والله، بس يعني مستمتع بالاجواء جدا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. دلوقتي بيتقال عليا مين المجنون اللي نازل يعمل عبث ده الصبح، بس عادي يعني مش مشكلة. شاري كوتش جديد بقى وبتاع. بس أنا دلوقتي 6 و11 دقيقة، بقالي قد ايه؟ بقالي 18 دقيقة تحت. بس الأجواء هتكسب. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كده كده الناس مركزة معايا أنا، مش مركزة مع الموبايل أو مش مركزة ايه اللي محطوط هناك، بس دي حاجة مريحة جدا الصراحة. المهم بقى إن هذه الأجواء أنا بحبها، والعجلة جزء من شخصيتي، بحبها جدا الصراحة. ليه بحب العجلة؟ عشان وانا صغير كنت دايما بحب اتحرك بالعجلة. دلوقتي مبقتش عارف اعيش من غير عجلة، ان انا انزل بيها دلوقتي في الوقت ده بصراحة مبسوط. الشمس استخبت بس انا تظهر تاني اهي. تحفة. دلوقتي بيراودني الجملة بتاعت دي الدنيا امال الجنة عاملة ازاي. يعني رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. لان طبعا الناس اللي على يوتيوب تقريبا ما شافتنيش خالص، او شافتني في فيديوز شورتس. يعني احلى حاجه ان الاجواء حلوه وانا مبسوط. بصوا بقى يا جماعه، احكي لكم نظرات الناس دلوقتي اللي رايحه واللي جايه، شايفاني شخص تافه واقف في مكان فاضي الساعه 6:30 الصبح، ما عندوش حاجه يعملها، نازل بس كده في اجواء من العبث، ان هو شخص نازل في رفاهيه وكده. بس أنا بصراحه النهارده كان المفروض اكون في الجيم دلوقتي، بس انا قررت ان انا اصور دلوقتي وبعد كده اروح الجيم الساعه 7 او 8، عشان انا بحاول ان انا اظبط نومي. كده كده الناس مش هتبطل كلام، طول ما انا بحب الحاجه هعملها، طالما مش حرام وطالما بحبها يعني. بس كنت دايما بقول مين عبيط يلبس حلو وينظف لبسه وينظف الكوتشي بتاعه وينظف عجلته وينزل لوحده؟ ايه ده؟ هو ممكن حد يعمل كده وبتاع؟ الشعور اللي انا فيه دلوقتي ده ما يتوصفش. فكرة ان انت نازل لوحدك، صاحي لوحدك، اكلت ولبست ونزلت، واروح اشرب قهوة ان شاء الله، ويعني عشان اجهز نفسي للجيم كتمرينة بقى حلوة. مش عارف اخدكم معايا في الجيم بصراحة، عشان لسه اتعودتش عليكم يا جماعة، متعود عليكم بقى اخدكم معايا في الجيم وكده. المهم اكيد جالكوا فضول تعرفوا ايه اللي ورا الحديد او ايه الحاجات اللي هنا دي. ده مطار اتعمل تقريبا، معرفش مين نزل فيه مرة واحدة، ومحدش دخل. انا دخلت مرة واحدة تقريبا في حياتي بالعجلة القديمة، مع الفيديوهات ممكن ابقى اسيبها لكم وهوريها لكم دلوقتي بس من بعيد كده عشان محدش يتكلم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة كده ابقى وريت لكم سر من اسرار كفر الشيخ. أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طبعا المكان اللي استضفنا، طبعا هو المكان جوه يعني، بس انا صورت لكم شويه حاجات
شربنا قهوة. المكان اللي استضافنا هو أروما، أو اللي استضافني يعني خلاص كفاية بقى كلام بصيغة الجامعة وبتاع. خلاص المكان اللي استضافني النهاردة هو أروما. بصراحة المكان كديكوريشن من بره تحفة. هو استضافني أنا والعجلة، فكده يبقى استضافنا، مش استضافني أنا بس، لا بقيت أنا والعجلة. أوبا. طبعا نسيت أقول لكم وأنا بعرف نفسي إن أنا من كفر الشيخ، ودي بنزينة تشيل اوت اللي في كفر الشيخ. فعلا الأجواء مخلية، تخلي أو مش مخلية، هي تخلي أي حد مبسوط. أنا شايف إن مفيش أريح من كده، مفيش أجمل من كده في الحياة. يعني إن الجو يبقى هادي بعد الفجر، تصلي وتنزل وتتمشى وتسمع قرآن. أنا مش شايف إن البني آدم محتاج أي حاجة في حياته تاني غير ده، إن يبدأ يومه بيه. اللي هو عارف يومك بيبقى طويل قوي في الفترة من بعد الفجر لحد الساعة مثلا 12 كده، تنام مثلا من الظهر للعصر كده، فاهم؟ على حسب يعني، على حسب انت هتقدر توصل لحد امتى. المهم يعني انا اتبسطت بالتجربة دي، كانت تجربة شيقة. خلصت كده الحمد لله، واشوفكم على خير. سلام.